حشيش حشيش ده هما حشيش حرمت علي ربي يفتح الجيش معتز اينو حرامي وفتح حشيش. لعيبه النادي الاهلي رايقه بسم الله ما شاء الله، وكلنا اكيد فرحانين. هكمل مع شهاب. شهاب اكيد عندك طموح السنه الجايه، مش هتقف ان انت بتشارك الفتره قليله، وانا عارف ان انت نفسك تشارك. وعايز اقول لك ان مستر مانويل جوزيه اتكلم عليك في بدايه الموسم واول ما جه كلام كبير قوي، لكن ما انت شايف ان انت مش محظوظ شويه ان انت بعدت مع المنتخب الاولمبي في فتره الثوره بالذات والتوقف ده؟ يمكن يعني يمكن كل الناس بتتكلم على موضوع المنتخب الاولمبي، لكن انا مش شايف ان المنتخب الاولمبي يعني المنتخب الاولمبي ده حاجه مش بايدي. يعني انا راجل بادي مهمه وطنيه، ده مش بايدي. لكن يمكن انا ماليش نصيب ان انا اشارك الدور الثاني خالص غير المباراه ديت. لكن انا بجتهد وبحاول اعمل اللي عليا في التمرينات وتحت امره في اي وقت طبعا. يمكن مستر مانويل بيتكلم معايا كويس وبيحاول يشجعني. فالنهارده يمكن اداني مستر مانويل الحمد لله. يمكن انا شايف ان انا اديت بشكل كويس بقالي 7 شهور بالظبط. يعني يمكن يعني مش عايز اقول انا ما سخنتش معاه، يمكن انا بقالي 7 شهور ما سخنتش معاه من ماتش المقصه في شهر 12 لغايه شهر 7. بقالي 7 شهور ما لعبتش ماتش خالص. فانا يا رب يعني يا رب يعني انا باذن الله الفتره الجايه دي ان شاء الله مركز. الفتره الجايه دي اكيد فتره صعبه، محتاج ان انا اجتهد اكتر. لكن انا زي ما بقول لك انا والله يمكن انا فرحان جدا النهارده بالبطوله. يمكن دي بطوله ثالثه ليا مع النادي. فمبسوط جدا طبعا. وبجد انا شكل الجمهور بجد انا بشكر جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي بجد يمكن هو رقم واحد في البطوله دي بالذات. لان انت عارف يمكن احنا في الاول كانوا جاتنا صعوبات كبيره جدا، مشاكل وماشيين ترتيب تاني وبنخسر وبنتعادل والكلام ده، ولكن هو كان بيساندنا برضه وفضل ورانا لغايه ما الحمد لله ربنا كرمنا وتوجنا النهارده الحمد لله بالبطوله. الحمد لله. الله يبارك. اينو كلام كتير على اينو. اقول لك حاجه، اينو بصراحه يعني عايز اقول لك حاجه. حد لا، ما انا قبل نجم الماتش حد بصراحه كده من اللعيبه في الخباثه قال لي بصراحه رقم 10 تقيله عليه. تقول له ايه؟ انا مثلي الاعلى في 10 لسنه دياره. لا هي تقيله بجد، بس الدماغ مش زيه ولا اللون. بصراحه فعلا انت واحد من نجوم الماتش النهارده، لكن ناس كتيره قوي كانت عايزه تقلل من عزيمتك وتشكك فيك. النهارده بتثبت لهم ان انت تستحق ان انت تشيل رقم 10 وتبقى لعيب اساسي في النادي الاهلي. مين الناس دي؟ دي ناس قله، انا ما باخدش بكلام. لعيبه زمايلك على فكره. لعيبه مين؟ ده كلهم تعبانين. لعيبه مين؟ انا عايزك بس تعرف الناس قصه 10 دي جت ازاي. انا هقول لك على حاجه. 10 دي جت صدفه، خلي بالك. كانت فاضيه وانا قلت انا هلبسها يعني، فانا لبستها يعني. انا كنت بلبس 27 بس لقيت 10 فاضيه فقلت هاخدها يعني. بس بص بقى هقول لك على حاجه. دايما تخليك تبص لقدام، مالكش دعوه ايه بشويه الركش دول. كل دول ركش، دول عايزين في نقد. دايما اي حد هدام يعرف ان هو ماشي صح. هدام خليك معايا. في نقد هدام وفي نقد بناء. دايما تاخد الكويس وتسيب الوحش. دول اشكال تسول كلها. ما تاخدش بكلامهم خالص في اي حاجه. حد كمان برضو منهم قال لي حاجه تانية، قال لي كلمه كده بيقولها مستر مانويل جوزيه: ملوخيه تقليه مهلبيه. ودايما يقوم راميها على اينو. ليه ملوخيه تقليه مهلبيه؟ ملوخيه تقليه مهلبيه ليه؟ شوف مسمار. لا مسمار ده عاشور، انا مش مسمار. انا لسه حته عارف الورد ده عمود عارف الورده اللي بيتربط بيها المسمار اللي هي بيتقرط عليها، هي دي. العزومه بتاعت بشتيل اللي انت قلت عليها بامانه مين اللي هيدفعها؟ لا بني سويف. مين اللي هيحاسب عليها؟ بص احنا لينا واحد حبيبنا هناك بيظبطنا كل اسبوع كده اكلة حمام بقى وبط وشغل عالي يعني. بترم العظم بيني وبينك. وبعدين بعد ما بنخلص بقى بنضرب فطير وعسل دليفري بقى. بعد ما بنخلص بقى بنرجع نبقى مش شايفين همدانين. اخر مره عاشور كان هيقلبنا واحنا راجعين على الطريق. مفتقد عاشور النهارده اكيد. لا عاشور حبيبي طبعا. المعسكر من غيره بيبقى وحش يعني. وعاشور لعيب مهم في الفرقه ونجم. اي نعم لعب مع ابويا في 83 كان ماسكه يعني. بس يعني زمان اينو لسه بياخد البي. كابتن اينو بياخد البي واحنا هناخد الاف. وكيل اعمال ليه؟ ليه ابوك وكيل اعمال يقفل؟ سيبك منه، ابوه الله يرحمه ابويا اللي كان شايله. سيبك منه. طب يا احمد، يعني لو كابتن اينو بيودي اينو في مكان غير النادي الاهلي هيوديه فين؟ لا مش هيروح حته، مش هيروح. هو ستايل لعبه
مش عارف الاهلي. انت نجم يا ابني، انت تروح مانشستر، ريال مدريد، انت نجم مصر. شايف عشان تقول لي مش دول. احمد عادل عايز اقول لك على حاجه، عمل الموسم هو نجم مصر، نجم مصر والله العظيم. مشكلة واحدة، لو يشيل القارورة اللي ورا هيلعب في ريال مدريد، بس طول ما القارورة دي اللي من ورا كله ما هينزل. يعني ايه قاروره يا ابني؟ يعني ممكن السنة اللي جاية هتلاقيه في انا مش فاهم يعني ايه قاروره. القارورة هي كلمة السر، بلاش تعرفها. بس عايزين نوضح بس الموضوع. يعني استا فيستا شريكي الدنيا غدارة. ايمن اشرف مش هينفع نعدي اللقاءات دي والنهارده غير بايمن اشرف. يعني بسم الله ما شاء الله النهارده مسؤوليه كبيره كانت عليك والنهارده ماتش التتويج. يعني تقول لي ايه عن ماتش النهارده واحساسك ايه؟ ومستر مانويل جوزيه بيقول التشكيل الاساسي وانت فيه. الحمد لله هو اداني الثقه والمسؤوليه. الحمد لله انا قدرت ابقى كاس العالم بينادلنا، بس بقول لك ايه، شكلها كده مش هنسافر، شكلها مش هنسافر، ارحمنا بقى. كان المهم هو اداني الثقه واداني الفرصه، والحمد لله يعني قدرت الى حد ما ابقى على قد المسؤوليه وعلى قد الثقه ديت الحمد لله يعني قدرت يعني الى حد ما ابقى على قد المسؤوليه النهارده، وقدرنا الحمد لله نفرح جمهور النادي الاهلي بالدوري النهارده الحمد لله. يعني شايف فرحه الجمهور؟ يعني الكاميرا هتجيب جمهور فرحه جميله، فرحانين هنا. دي حاجه مفرحانا جدا، يعني الجمهور السعيد دوت اللي احنا نفرحه، وبماتش باداء زي اداء النهارده الحمد لله. وهو الخواجه كان طالب مننا كده، مستر مانويل كان طالب مننا اللي احنا كان طالب مننا اللي احنا نأدي ونكسب يعني. مبروك يا الله يبارك فيك. مش بس اللعيبه ومش بس الجهاز الفني يستحقوا الاشاده مننا، كل الجهاز المعاون، الجهاز الطبي والجهاز الاداري لازم نلقي الضوء عليه. دكتور رضا عبد الباقي موسم من اصعب المواسم، يعني وصلت فعلا. انا كنت معاك في ايام ل 11 لعيب مصاب، ازاي قدرنا نتغلب على ده؟ الحمد لله رب العالمين. هو طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، وكله بيجتهد، وفي النهايه اللي بيقدره ربنا سبحانه وتعالى بيكون، واحنا نقول الحمد لله، نعمل اللي علينا والحمد لله راضيين يعني. تهدي البطوله دي لمين؟ اهديها اولا لاهالي الشهداء اللي ضحوا بارواحهم، الشهداء نفسهم طبعا اللي ضحوا بارواحهم في سبيل ان هم يحرروا اراده الوطن ده. اهديها بعد كده لوالدي ووالدتي وزوجتي واولادي. انا لسه يعني ربنا رزقني بمولود جديد، انا عندي بنت عندها 11 سنه روان، وربنا رزقني من اسبوعين بخالد يعني. مبروك. الحمد لله يعني الحمد لله. كابتن هشام علي مترجم فريق النادي الاهلي، المسؤوليه كانت كبيره عليك، مش بترجم بس المستر مانويل، معاك فيدالجو، معاك اوسكار، معاك بيدرو. تقولي عن البطوله دي وعن شغلك وصعوبته، وكانت في تصريحات كتيره قوي السنه دي. يعني الحمد لله ان الشغل طبعا هو مش شغل انا بس لوحدي، الشغل طبعا من اصغر عامل في النادي لحد رئيس النادي، طبعا كل ده شغل متكامل مع بعض، ودي النتيجه في الاخر. اديك شفت البطولات اللي احنا بنفوز بيها، وزي ما انت بتقول الشغل مش بس المستر مانويل للجهاز 4 مرات، لكن الحمد لله يعني. بقول لك يعني عايز اقول لك على حاجه، يمكن ناس قالوا ان انت اختلفت معايا وزعقت لي وعملت مشاكل، وضح دي برضه للناس فاكره ان ممكن في مشاكل ما بين قناه النادي الاهلي ومترجم النادي الاهلي، مش ممكن. كويس ان انت قلت الموقف ده برضه، هي يعني مش مشاكل، هو كان احنا بعد المباراه كان المباراه كانت مشدوده شويه، فاحنا جينا، فكان المخرج بتاع القناه، فانا ماسك الميكروفون فعمال بحطه شمال شويه يمين شويه، طلعوا لخبطك ده كروني. فانا عايز اركز في الترجمه بس يعني، وانا بعتذر له معلش على الموقف ده كمان يعني، وبيني وبينك ما فيش اي مشكله يعني، احنا حبايب الحمد لله. عايز اكلمك ومستر مانويل جوزيه بيتكلم، لا لسه احنا معانا، لسه انت معانا. عايز اسالك، يعني ناس بتتكلم ان المترجم في مدرستين، ناس ممكن تترجم آلة، الكلام بيطلع من هنا يطلع ترجمته بالحرف من الناحيه الثانيه، وناس ثانيه بتفلتر شويه كلام عشان ما يحصلش مشاكل، او يعني بعد كده بقى نشوف عواقبه. انت من انهي نوع؟ والله حسب ظروف الموقف نفسه وحسب الموضوع يعني. يعني انت مش من المكنه اللي بتطلع قماش دي. بالظبط. اديت البطوله دي لمين؟ طبعا اولا طبعا للجمهور عشان ساندنا كتير جدا، وطبعا الفرقه عامه وكل الجهاز وكل الناس اللي بتشتغل في النادي الاهلي عامه يعني، وليك طبعا مش هتزعلش. عم حارس، البطوله كام دي؟ بالنسبه لي انا البطوله 25. دي الاغلى والاصعب ولا لا؟ لا دي الاغلى واصعب طبعا، اصعب بطوله اللي كان في منافسه كويسه في الدوري العام الحمد لله.
ان المنافس بتاع الزمالك، وانا حاولنا اللي احنا في اخر 5 6 مباريات اللي احنا نعمل الفرق بيننا وبين الزمالك، اللي احنا ناخد دوري عام بجداره. تدي البطوله دي لمين؟ نمره واحد اهداها طبعا لجمهور الاهلي نمره واحد، وبشكر الجهاز الفني والمعاونين اللي هم كانوا شغالين، اللي هم بيساعدوا مع اللعيبه، مع الجهاز الفني ومع اللاعبين. وطبعا قولي اطرف موقف قابلته السنه دي ايه؟ هو الحقيقه اللي هي مباراه كان مباراه الزمالك، كانت مباراه طبعا مباراه صعبه، ان كان عندي غيابات كتير قوي طبعا، زي ابو سريكه وزي ده، والحمد لله اللي تعادلت مباراه الزمالك 2-2، لا قدرت اخلي الفرق زي ما هو اللي بيه 5 بونت زي ما هم. مبروك يا عم حارس. هاخد من عم حارس لعم عطيه صابر، يمكن اقدم عم عطيه ده اقدم مدرب في مصر، اقدم واحد في الجهاز الاداري حتى بتاع النادي الاهلي. دي السنه كام مع النادي الاهلي والبطوله الكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الاول على تتويجنا السنه دي في الدوري، وخدناه بجداره وكل ادب واحترام عن بقيه الناس. انا في النادي الاهلي من سنه 79 80 في جهاز الكوره. الكابتن حسن هو اللي دعاني، كنت انا مدرب العاب قوه، وبعدين قال لي احنا عايزينك معانا، فجيت معاه من سنه 79. عم سعيد امام بيراقب الكلام بتاعك على فكره. ايوه، ما هو بيشوفني انت بتتكلم صح، شوفني بتكلم صح ولا من ايام الكابتن هيدوكوتي، اول سنه ما هو جه وانا موجود معاه. في اكيد مواقف عدى عليك، مين اكتر لعيب يعني تعبك السنه دي؟ مين اكتر لعيب بيحب يتدلك؟ الناس بتحب تعرف الحاجات دي اكيد. لا، كل الناس بيحبوا يدلكوا. اللي بيبقى تعبان النهارده ما بيبقاش تعبان بكره. اللي تعبان دلوقتي يعني كلهم يعني ما تقدرش تقول ان ده مدمن تدليك وده مش مدمن تدليك، وده كله بيدل. اللي بيبقى تعبان بتدلك، اللي ما يدلكش. مشكله السنه دي اصابات كتيره قوي. لا 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 لا، ما فيش اصابات، ولا في الاصابات ما بتدلكش كتير. يعني بنروح على الاجهزه عند الدكاتره، الدكتور ياسر والدكتور حامد، دول اللي بيعملوا لهم تحت الاشعه الحمراء والاشعه البنفسجيه والانترسونيك والشورت ويف والحاجات ديت تحت اشراف الدكتور وليد. ده كله منظومه متكامله، من اول الدكاتره لما الاولاد الصغيرين بتوعنا بتوع اوضه اللبس. وانت انا شايفك وانت جيت وصورت اوضه اللبس، شفتهم في الماتش بيبقوا عاملين ايه قبل يجي ساعه، منظمين. كل واحد بيجي يلاقي الشنكر بتاعه والجزمه بتاعته والفانيلا بتاعته والغير بتاعه اللي هيسخن فيه واللي هيلعب بيه الماتش موجود على الكراسي. دول الناس دول ما ننساش المهمه اللي هم بيقوموا بيها. أبطال